أعزائنا الطلبة والطالبات حبايب قناة خلل حياتك معنا، أهلا بكم. النهاردة كان معانا امتحان الفيزياء للصف الثاني الثانوي فصل الدراسي الثاني 24-25. النهاردة عايزين الامتحان ده مع بعض نحله، وأنا حليته كده بسرعة على أساس إن الفيديو ما ياخدش مننا وقت، وتعالى بسرعة نشوف الإجابات. السؤال الثاني بيقول: من وحدات قياس الكثافة ايه بالظبط؟ طبعا انا هنا الكثافة عندي كتلة على حجم، وبالتالي الكتلة لما تبقى بالجرام الحجم بالسنتيمتر المكعب هيطلع سنتيمتر مكعب فوق في البسط، يبقى بنغير اشارة الأس، يبقى الإجابة بتاعتنا جرام بوينت سنتيمتر أس ناقص 3. السؤال الثاني بيقول: جسمان A و B لهما نفس الكتلة مصنوعين من مادتين كثافتهما 3 و4 على الترتيب. عايز النسبة بين حجمي الجسمين VOLA إلى VOLB. طبعا أنا كتبت القانون الكثافة كتلة على الحجم، بين الكثافة والحجم علاقة عكسية، وبالتالي هو عايز VOLA على VOLB يبقى هتساوي رو B على رو A بالتعويض المباشر 4 على 3. طبعا دي لما بتيجي بتتكتب بالانجليزي يبقى 4 3 هنا، دي بتتكتب ناحية الشمال والتلاتة ناحية اليمين. السؤال الثالث بيقول: إذا نقل مانومتر متصل بمستودع غاز ضغطه أكبر من الضغط الجوي عند سطح الأرض إلى قمة جبل، فإن فرق ارتفاع السائل بين الفرعين يحصل له إيه؟ طبعا لما هننقل المانومتر من سطح الأرض إلى قمة الجبل، طبعا الضغط الجوي هيقل، يبقى عند قمة الجبل يقل الضغط الجوي، يبقى هيحصل انه يزداد فرق الارتفاع. السؤال الرابع: كأس كتلته وهو مملوء تماما بالماء 1 كيلو جرام، فإذا وضع بداخله جسم كتلته 200 جرام، تم إزاحة كمية من الماء قدرها 40 جرام خارج الكأس، فأنا عايز الكثافة النسبية لمادة الجسم. القانون واضح وصريح. القانون بيقول لي إيه؟ بيقول لي إنه الكثافة النسبية كتلة حجم معين من المادة عند درجة حرارة معينة على كتلة نفس الحجم من الماء، يبقى لما أعوض 200 على 40 يطلع لي 5. أنا بحاول أتكلم بسرعة يا جماعة عشان الوقت بتاع الفيديو ما يبقاش كبير. رقم 5: يقاس الضغط بوحدة إيه؟ ما عنديش مشكلة، قانون الضغط أنا عندي الضغط عبارة عن قوة على مساحة، فالقوة عبارة عن كتلة في عجلة، الكتلة بالكيلو جرام، العجلة متر على الثانية تربيع، وبالتالي المساحة بالمتر المربع بالاختصارات بتاعتي متر هنا مع التربيع هنا، الاتنين دول دي متر أس 1 ودي ثانية أس 2 هيطلعوا فوق غير إشارة الأس، يبقى كيلو جرام متر أس سالب 1 ثانية أس سالب 2. السؤال السادس بيقول: متوازي مستطيلات صلب مصمت كتلته 3 كيلو جرام وأبعاده 2.5 و5 و10، إذا تم وضعه على سطح مستوى أفقي، عايز أكبر ضغط ومدين تجيب 10. طبعا أكبر ضغط معناها أقل مساحة، أكبر ضغط معناها أقل مساحة. طب يبقى هنا الضغط نفس القانون الكاتبه هنا عبارة عن قوة على مساحة، فيبقى 1 في 10 اللي هي الكتلة عندي ب1 في 10 على مادام الأبعاد عندي 2.5 والخمسة والعشرة، هاخد البعدين الأصغر عشان أجيب المساحة الأصغر عشان أجيب الضغط الأكبر. 2.5 والخمسة هنا 2.5 في 5 أهي، طبعا تبقى سنتيمتر مربع، لما بحول من سنتيمتر مربع إلى متر مربع بضرب في 10 أس سالب 4. طبعا دي هتطلع فوق، واختصاراتي ومعايا الآلة الحاسبة ما عنديش مشكلة، الإجابة هتطلع 8000 نيوتن لكل متر مربع. سؤال رقم 7 بيقول لي: يعتمد ضغط المياه عند قاع بحيرة، طبعا الضغط هو جي اتش، وبالتالي كل ما الاتش بتزيد يعني عمق البحيرة بيزيد كل ما الضغط بتاعي بيزيد، والجي مقدار ثابت، وهنا كثافة المية عندي كثافتها واحدة. نمرة 8: النسبة بين طول فراغ تورشيلي لبارومتر زئبق عند سطح الجبل إلى طول فراغ تورشيلي لنفس البارومتر عند قمة نفس الجبل. الحقيقة هنا يا جماعة دي يمكن الطباعة
يعني المفروض دي ان انا اقول عند سفح الجبل. تمام، عند سفح الجبل. طيب لما عند سفح الجبل هيبقى طول فراغ تورشيلي ليه قيمة. لما هطلع عند القمة طول، طبعا الضغط هيقل، وبالتالي لما الضغط يقل طول فراغ تورشيلي يزيد. فانت عايز النسبة ما بين صغير لكبير. صغير على كبير يبقى النسبة أصغر منه، يبقى رقم 8 هتبقى أصغر منه. معلش لو حد مثلا من الشباب يقول لي طب معلش يا أستاذ، ما أنت هنا يمكن قصدك كلمة سطح الجبل والناحية التانية قمة الجبل، فالاتنين على نفس الارتفاع. هقول له طيب تعالى نحل المسألة لو كانت كده بالعقل يعني. لو كان سطح الجبل وقمة الجبل يبقى الاثنين على مستوى أفقي واحد، وبالتالي طول الفراغ تورشيل اللي هيبقى متساوي في الحالتين، يبقى الفرق بتاعهم صفر. أعتقد هنا في اختيارات مفيش صفر. كلام واضح، وبالتالي دي سفح الجبل. نمرة 9 لوح زجاجي مساحة سطحه كذا، أسفل سطح ساك كثافته كذا، فإذا كانت القوى المؤثرة 290، أنا عايز عمق اللوح يبقى كام؟ والجي عندي 9.8، ما عنديش مشكلة. هنا رقم 9 عندي البي بتساوي اف على ايه، وهو نفس القانون رو جي اتش، وبالتالي بالتعويض اف 290 على 36 من 1000، ودي اللي بتساوي رو جي اتش. رو عندي 930 في الجي 9.8 في الاتش، وبالتالي طرفين فاصلين اتش هتطلع ب 88 من 100 متر. سؤال رقم 10 مكبس هيدروليكي كفاءته. سؤال حلو السؤال ده على فكره، جاي في نماذج الوزاره بتاعت التقييمات 98%. انا حاولت اراعي يعني تنوع في الاسئله من اكثر من مصدر. الكميه الفيزيائيه اللي تمثل النسبه المئويه المفقوده. طبعا يا جماعه المفروض ان الكفاءه تبقى في المية، لكن 100%، لكن ده ما بيحصلش. ليه؟ لان في شغل بيفقد لتقليل حجم الفقاعات الغازيه اللي ممكن تكون في السائل، وبالتالي المفقود عندي هنا هو نتيجه بذل الشغل. رقم 11 انبوبه ذات شعبتين بها كميه من الماء كثافته كذا، وصب في احد فرعها كميه من الزيت. حد يسال هنا استاذ انت ما قلتش مثلا انها منتظمه المقطع. طالما يا جماعه لم يذكر انه في اختلاف في المساحه يبقى هي منتظمه المقطع. تمام. فاذا كان ارتفاع عمود الزيت 10، فان ارتفاع عمود الماء فوق مستوى سطح الماء يساوي كام؟ المساله هي قدامنا رقم 11. طبعا عندي رو ووتر في اتش ووتر هتساوي رو اويل في اتش اويل، يبقى 1000 في اتش ووتر هتساوي 875 في العشرة. مسألتي ما فيهاش مشكلة، اتش ووتر هتساوي 875 من 100 سم. مسألة رقم 12 يقل ارتفاع عمود الزئبق داخل أنبوبة البارومتر الزئبقي عند ايه؟ امتى بيقل ارتفاع عمود الزئبق؟ طبعا لما بننقل البارومتر، وده احنا دي مسألة تعتبر زي شبه اللي فوق بنفس فكرتها، بنساعدك لان نقل البارومتر الى قمة الجبل ده بيخلي لي الضغط بتاعي بيقل، وبالتالي بيقل ارتفاع عمود الزئبق. يعني عمود الزئبق لما بيقل ارتفاعه جوه هيزيد طول فراغ تورشيل. نمرة 13 ضغط الدم الانقباضي. طبعا الانقباضي اللي هو 120 تور، ال 120 هي 120 ملم زئبق، هي 120 ملم زئبق، وبالتالي من مليمتر إلى متر أنا عايزها بالمتر، هقسم على 1000 يبقى بالقسمة هتطلع 12 من 100 متر زئبق. سؤال رقم 14 هنجيب الورقة الثانية معانا الشباب المحترم. استخدم مانومتر مائي لقياس ضغط غاز داخل مستودع كما موضح بالشكل. فإذا استخدم زئبق بدل المية. طيب بدل ما هستخدم الزئبق بدل المية يعني كثافة أكبر يبقى ارتفاع أقل، يبقى إذا النمرة 14 يقل لأن كثافة أكبر معناها ارتفاع أقل. 15 مكبس هيدروليكي مثالي النسبة بين نصفي قطري مكبسي 8 إلى 3، فتكون النسبة بين الشغل الناتج عند المكبس الكبير والشغل. طبعا يا جماعة قانون بقاء الطاقة بيقول لي إن لازم الشغل المبذول على الصغير يساوي الشغل الناتج على الكبير، وبالتالي النسبة تبقى 1 إلى 1، ف15 هتبقى
1 إلى 1 قانون بقاء إطلاقا. نمرة 16 إذا كانت النسبة بين القوى المؤثرة على المكبس الصغير إلى القوة المؤثرة على المكبس الكبير بتساوي 1. هنا يا جماعة دي كده وهي مكتوبة 1 إلى 60، يبقى الواحد الشمال ده بسط على طول 60 المقام، هي بتكتب كده بالإنجليش. فإن الفائدة الآلية للمكبس طبعا الإيتا عبارة عن إيه؟ 16 هي معانا، إيتا معناها اف كابيتال على اف سمول، إيتا على طول كبير على صغير، سواء كان قوة مساحة ايا كان، ما عدا في المسافة اللي بيتحركها المكبس، هيبقى المسافة اللي بيتحركها المكبس الصغير على المسافة الكبيرة. خلاص انا عندي هنا قوة، يبقى هنشقلبها مش اكتر، يبقى 60 على 1. برضو هنا بعض الشباب حد يقول لي يا استاذ ما انت هنا ما كتبتش ان المكبس في وضع اتزان، او انه الارتفاع متساوي في الفرعين يعني. لا يا جماعه، سواء كان كده او حتى كان في اختلاف في الارتفاع، القوه هنا والقوه هنا الفايده مش هتتغير. يعني نفرض جدلا كان في فرق في الارتفاع، هل لما اجيب الايتا او الفايده الاليه هل هتبقى مش اف كابيتال اف سمول؟ هل مش هتبقى ايه كابيتال ايه سمول؟ هل هتبقى مش ار نصف قطر الكبير تربيع وعلى نصف قطر تربيع الصغير؟ يا جماعه فالقصه هنا برضو مش محتاج ان انا اكتب هنا. وفي بعض الشباب سال ليه ما كتبتش كلمه او مفروض كانت تتكتب كذا؟ لا مش مفروض. 17 اذا كانت الفائده للمكبس 250 ومساحه المكبس الصغير 2.5، فعايز نصف قطر المكبس الكبير. فهنا هنشوفها مع بعض، هنتابعها ما فيهاش مشكله. انا عندي ايه ايه كابيتال على ايه سمول، وبالتالي انا عندي ال 250 هتساوي ايه على ال 2.5، طرفين فاصلين هجيب الايه. طبعا الايه انا عندي دي مساحه دايره اللي هي باي ار سكوير، 22 على 7 ار تربيع، يبقى اذا ار بس انا عايزها، يبقى الاي هي هنا حاصل ضرب ال 250 في ال 2.5، تمام، هضربها في 7 اهو على اللي هي 5 على اسف ال 22، وبالتالي الجذر التربيعي للكلام دي 14.1 سنتيمتر. رقم 18 بتقول ايه؟ كمية من غاز حجمه 2 لتر تحت ضغط 2 اتوم ضغط جوي، فإذا قل الضغط إلى 1 أتموسفير مع ثبوت درجة الحرارة. طبعا أنا عندي درجة حرارة ثابتة ما بين البي والفي، ده قانون بويل، علاقة عكسية، V1 على V2 هنقلب على طول V2 على V1 بالتعويض مفيش مشكلة، يبقى 2 على 1 هتساوي ال V2 على 2 طرفين فاصلين، يبقى ال V2 ب4 لتر. هنشوف 19 إذا ظل ضغط الغاز ثابت وزادت درجة حرارته من 27 إلى 127. طيب ماشي، يبقى هنا لو جبت تي كلفن، طبعا تي كلفن هتساوي تي سيريز بلس 273، يبقى هجمع هنا تمام اهو هيديني 300، اما اجمعها على 127 هي بقت من 27 الى 127، فهجمع هيديني 400. هنا الزياده مقدار الزياده 100، مقدار الزياده في درجه الحراره المطلقه هي نفسها، لان العلاقه ما بين الاثنين علاقه طرديه قانون شارل، تمام، وبالتالي هي نفسها مقدار الزياده في حجم الغاز. فانت زي ما زدت 100 في درجة الحرارة المطلقة هتزيد برضو 100 في الحجم. طب ال100 دي تمثل ايه بالنسبة لل 300 تلتها؟ تمثل ايه بالنسبة لل 300 تلتها؟ يبقى تمثل ثلث ال 300 زيادة في حجم الغاز بمقدار التلت. نمرة 20 والأخيرة بيقول لي، نشوفها هنا مع بعض، إذا رفعت درجة حرارة كمية معينة من الغاز بمقدار 10، فإن الارتفاع في درجة حرارة الغاز على كلفن تدريج كلفن كام؟ مقدار التغير، هي أنا كاتبها مقدار التغير في درجة الحرارة سواء كان زيادة أو نقص في الكلا التدريجين، سواء كان تدريج سيلسيوس أو تدريج كلفن بتبقى متساوية. وبالتالي أنت عندك هنا في المسألة بقول أنا رفعت بمقدار 10، يبقى ال10 دي هي نفسها 10 على تدريج كلفن. لو عايز تجربها ما فيهاش مشكله، بسرعه كده انا وانت نقولها. لو انت مثلا 10 على تدريج سيليزيوس قصادها على تدريج كلفن هتضيف 273 هتبقى 283. طب انت زودت 10 خلاص بقيت 20، تمام،
يبقى الناحية التانية ال20 ده هضيف عليها 273 هتبقى 20 زائد 273 هتبقى 293. يبقى كنت 10 بقيت 20 زدت 10 على سيليزيوس، كنت 283 بقيت 293 يبقى زدت برضو 10 على تدريج كلفن. ده المعنى. ولو انا حبيت برضو في مسألة ان انا انقص هيبقى نفس القسم. المقال سريعا فسر العبارات التالية. يجب ان يكون الهواء، اظن الكلام واضح، يجب ان يكون الهواء الذي يملأ انتفاخ جهاز جولي جافا. السبب في كده لان لو كان في بخار ميه موجود، بخار الميه وجوده بيعمل لي ضغط، وبالتالي ده لا يخضع لقوانين الغاز المثالي، مما يؤثر على دقة القيمة المقاسة لضغط الهواء المحبوس. السؤال الثاني بيقول لي لا تخضع الغازات لقاعدة باسكال. ليه؟ لأن الغازات قابلة للانضغاط، وبالتالي يبقى في مسافات بينية كبيرة ما بين الجزيئات وبعضها، وبالتالي هي لا تخضع لقاعدة باسكال. 22 بيقول لي متى تحدث الحالات التالية. الأولانية بيكون الفرق في الضغط بين نقطتين في باطن سائل ساكن متجانس. امتى الفرق يساوي صفر؟ ببساطة لما يكون الارتفاع واحد، بمعنى ان النقطتين في مستوى افقي واحد. رقم ب يختفي فراغ تورشيلي في انبوبة البارومتر الزئبقي. امتى يحصل ده؟ لما يكون الارتفاع الرأسي للانبوبة عن سطح الزئبق في الحوض اقل من او يساوي قيمة الضغط الجوي بوحدة سنتيمتر زئبق عند موضع القياس. وهنا كل واحدة من دول عليها درجة، وعندك 20 نقطة ب20 درجة، يبقى المجموع الكلي يبقى 24. وممكن هنا برضو نعمل كده دور واجب كده زي ما بيقولوا مع الشباب. لو انت عندك حد من اللي هم بتوع المنازل او اللي هم كان عندهم بقية ب وجيم، ممكن جدا ان احنا ده نموذج كامل اهو، نموذج الف اهو قدام حضراتكم، وهنا اهو انزل كده الورقه شويه، وهنا نموذج ب، وهنا نموذج ج. ممكن حضرتك تبقى تعمل لقطه شاشه او توقف، ويعني لو حد عايز يراجع الامتحان. وادي اللي هو المقالي اللي احنا اتكلمنا عنه حالنا مع بعض. أرجو إن حضراتكم تكونوا استفدتوا استفادة جيدة إن شاء الله. بنوعد حضراتكم بكل ما هو جديد ونافع ومفيد، وانتظروا إن شاء الله مراجعة الكيمياء وحل امتحان الكيمياء بإذن الله. دمتم بخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.